أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة الشاكي الباكي. يعني إيه الشاكي الباكي؟ الشاكي الباكي هو أكتر واحد شكاي في الدنيا، ويقعد يشتكي ويبكي ويولول. أكيد كلنا عندنا أو مرينا بشخص زي ده في حياتنا. الشخصية الشكاية البكاية هو أكتر واحد مبسوط في حياته. نعم، أنتِ بتقولي لي إن شاكي باكي أكتر واحد مبسوط في حياته؟ أيوه، هو أكتر واحد مبسوط في حياته. ليه؟ تخيّل كده تبقى عندك واحد على طول بيشتكي وتروح تطلب منه طلب، هيقول لك إيه؟ أنا مش قادر، أنا تعبان، أنا ظروفي بايظة، أنا وأنا وأنا وأنا. فأنت من الأول يا عم ابعد عنه، ده عيل إيه، هيوجع دماغنا ويقعد طول ما قاعد يشتكي. وكمان الشكّاية البكاي ما حدش هيستنى منه حاجة. ولا حد هيستنى إن هو يسنده ولا يقف جنبه ولا إن هو يساعد حد، لإنه هيقول لك يا عم ده في اللي مكفيه، هو ظروفه تعبانة وما عندهوش استعداد يسند حد. هاقول لك مثل شُفته وجايز أنتم كمان شُفتوه. تخيل كده عيل صغير مش عايز يروح المدرسة، بيعمل إيه؟ أنا عيان وتعبان وبطني وجعاني، فييجي باباه ومامته خلاص يا ابني ما تروحش المدرسة. تعالَ كمان تجربة اتقالت لي قبل كده. تجربة بتقول كانت في واحدة بنتها على طول تعبانة وحاسة بإرهاق وعلى طول مخنوقة. فجت في يوم من الأيام البنت بتقول لمامتها على فكرة يا ماما، انتي بتحبيني وانا عيانة، بتحبيني وانا مضغوطة ومخنوقة، لكن وانا كويسة مش بتحبيني. فمامتها قالت لها ازاي يعني؟ قالت لها لما بتعب بتهتمي بيا وتقعدي جنبي، ولما ببقى مخنوقة تطبطبي عليا، لكن غير كده بتسيبيني. طب ما هو طبيعي يا حبيبتي ان انت لما تبقي تعبانة او مضغوطة اكون جنبك. قالت لها انا الامانة بتصنع التعب، بتتصنعه يعني بتكذب او بتقول ان هي تعبانة بس عشان تشد انتباه مامتها. فالشاكي الباكي عنده نفس المبدأ، هو ان انا لما اشتكي كتير هجذب تعاطف الناس، هجذب انتباههم، هيطبطبوا عليَّ، هيسيبوني في حالي، مش هيطلبوا منّي حاجة، ما حدش هيبقى مستني منّي حاجة. mentality دي هي اللي بنتكلم عنها، عقلية اللي بيشتكي مش لإن هو عنده ظروف وحشة والّا هو تعبان والّا هو مضغوط، لأ، ده بيعمل كده عشان الناس تفُكّها منّه، من الآخر عشان ننزل من على ودانه. الناس الطبيعية لما بتيجي تشتكي بتشتكي عشان هي حابة تفضفض أو حابة تقول اللي جواها عشان ترتاح. لكن لا، الشاكي الباكي ده زي ما احنا قلنا أهدافه غير غير منطقية، هدف تعاطف وهدف نسيبه والأهداف اللي لسه قلنا عليها. فميز كويس قوي بين الشاكي الباكي والشخص اللي فعلا عنده مشكلة وبيشتكي منها. وخلي بالك الشاكي الباكي عنده مشكلة عويصة، عارفين ايه هي؟ نظرة تشاؤمية للحياة، نظرة بتقول ان مفيش حاجة حلوة وانا مهما عملت مش هنفع، ومهما عملت الدنيا مش هتظبط. فبيدي لنفسه إيحاء انه ما يبذلش اي مجهود علشان هو كده كده مهما عمل الدنيا معاه مش هتظبط. طيب ازاي بقى هنتعامل مع الشخصية الشكاية دي؟ اول حاجة، لو في حد في حياتك من النوعية دي تأكد إن حالتك النفسية هتتأثر، صحتك النفسية هتتعب. ليه؟ أنت قاعد مع شخص سلبي دايما بيتكلم عن الأحلام المتدمرة وحياته البايظة. تخيل كده أنت قاعد في الجو ده، أكيد صحتك النفسية هتتأثر، هيديك إحساس بالسلبية وأنت اوريدي مضغوط وتعبان. فيجي واحد زي ده يبوظ لك الدنيا أكتر ويأثر على حياتك النفسية وعلى مشاكلك ويخلّي لك الدنيا بايظة أكتر ما هي بايظة. وخلّي بالك في مثل بيقول: "الطيور على أشكالها تقع والصاحب ساحب." تخيّل أنت بتتعامل مع شخصية بالعقلية دي والmentality ده، عايز منّه إيه؟ ده شخصية انهزامية، شايف إن الحياة كلّها سودا، وحتى لو بيتصنّع
ونتخيل مع بعض إن هو بيتصنع. أنت هتقعد مع عقلية شايفة إن الحياة واللي جاي وكل الدنيا خربانة. دايما دايما لما الدنيا بتغيم قوي بيبقى فيه كده إيه، نور صغير طالع منها شعاع جميل بيديك إحساس بالأمل. تخيل بقى أنت عايش مع شخصية غيامة سودة، مفيش حتى سرسوب هوا، سوري سرسوب ضوء طالع. فتخيل كده بقى، دي العقلية اللي انت بتتعامل معاها. عايز حياتك تبقى عاملة ازاي؟ هتيجي تقول لي طيب ما انا بقى ايه، هعمل حاجة ذكية، هقول له حل للمشكلة. اوعى تقول له حل مشكلة. ليه؟ علشان انت لما تقول له حل للمشكلة هيعلي على المشكلة وهيطلع لك عقد اكتر ما هي الدنيا متعقدة. ايه ده بجد؟ جرب. جرب تقول له انا عندي واحد اتنين تلاتة، هيقولك اه واحد مش هينفع، الدنيا مش عارفة تبقى عاملة ازاي، ولا دي ولا دي، هيقفل لك الدنيا خالص اكتر ما هي مقفولة. طيب يعني انا لما يقول لي على مشكلة انا ما ادوش حل؟ لا. امال ايه؟ لان انت هو مش عايز حل. خلي بالك، الشاكي الباكي او الشخص العادي الطبيعي، الاتنين لما بيشتكوا هما مش عايزين حل، هما عايزين يفضفضوا. واحد عايز يكسب تعاطف ومعرفش بقى هو عايز ايه، والتاني عايز يفضفض وخلاص. فاذا انت لو قلت له على حل للمشكله هيعلي على المشكله اكتر وهيقفلها في وشك اكتر. امال انا اعمل ايه يعني هو جاي يشتكي لي، ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت توقفه، تعمل ليميت في العلاقه معاه. وخلي بالك ان انت توقفه دي مش حاجه غلط، بالعكس، انت من حقك تحافظ على صحتك النفسيه. ما تنساش ان الشخص ده ممكن يأثر على صحتك النفسيه بطريقه وحشه. اذا لازم اعمل معاه ليميت. طب الليميت ده هعمله ازاي؟ الليميت هعمله، والله انا مش فاضي دلوقتي، طب عندي شويه شغل اخلصهم، طب ورايا حاجه ابقى اكلمك بعدين. نغير مسار الموضوع خالص. بس المهم لا تسلم ودنك ولا عقلك لموضوع الشكوى ده، لانه مع الوقت هيسحبك. عارف لما واحد بيغرق في طين وحد عايز ينقذه بيشده تاني للطينة، نفس المبدأ. هو عايز يجرك للطينة اللي غارق نفسه فيها. انت كمان ما تسمحلوش ان هو ينزلك في الطينة دي. اعمل حدود. وخلي بالك، الحدود في العلاقات مهمة جدا جدا جدا، مش بس مع الشريك الباقي، عشان صحتك النفسية. طول ما انت حاطط حدود مع البشر، اذا صحتك النفسية هتبقى كويسة. لان البشر عموما عندهم ضغوطات، ومع ضغوطاتك فانت هتبقى مش مؤهل نفسيا، ده بالعكس، ده انت هتكون النفسية بتاعتك بايظة اكتر بسبب الضغوطات اللي حواليك والضغوطات اللي جاية من بره عليك. تاني نقطة، ودي الدراسات بتقول لما تيجي تتعامل مع الشخصية الشاكي الباكي، حسسه ان انت مهتم ومتعاطف معاه. مش انت لسه قايله لي يا ست الكل صديه؟ ايوه، هتصده بس باحساس التعاطف والاهتمام. بمعنى انا مقدر اللي انت فيه وحاسس باللي انت فيه، وربنا يعينك على الشيله بتاعتك. حلو الكلام ده؟ حلو. بس في نفس الوقت حط ليميت. هقول لك على حاجه حلوه. هل انت دكتور نفسي؟ هل انت مؤهل ان انت تعالج واحد عنده مشاكل نفسية او عنده ضغوطات؟ لا. يا عم انت لو دكتور نفسي عالجه، انت كده راجل مية مية. لكن انت مش مؤهل نفسيا ان انت تعالج واحد عنده ضغوطات في الحياة. محدش فينا مؤهل غير الناس اللي دارسة. يعني بالتالي دورك اتجاهه ان انت تتعاطف معاه وتهتم، تحسسه ان انت مهتم بمشكلته. بس في نفس الوقت انا قدراتي محدودة، هاحط limit في الموضوع ده. طيب يعني بعد ما اتعاطف معاه واهتم بيه، إيه الدنيا؟ هتوجّهه وتقول له يُفضّل إن أنت تروح لدكتور نفسي أو تروح لحد متخصص يساعدك على حل المشاكل أو يساعدك على مواجهة المشاكل، لإن ما حدّش فينا لا عنده القدرة ولا إن هو مؤهل إن هو يحل لك مشكلتك. إذًا التعاطف والاهتمام بالمشكلة مطلوب، مع وضع حدود في العلاقة مع الشاكي الباكي. هاقول لك على حاجة أخيرة،
الشاكي الباكي هو أكتر واحد عايش حياته. إيه ده؟ إزاي؟ هاقول لك، هو دايمًا شايف إن هو مظلوم وعايش دور الضحية، فهو من حقه إن هو ينبسط ويجيب اللي نفسه فيه ويحاول إن هو يبسط نفسه، فهو شخصية بتبسط نفسها بينها وبين نفسها، لكن هو بيشتكي بينه وبين اللي حواليه. فهمت الفرق؟ الشاكي ده مدلّع نفسه آخر دلع، بجد. يعني كده بُص حواليك هتلاقيه هو بيقدر يبسط نفسه. ليه؟ لإنه شايف نفسه أنا مظلوم وتعبان، فمن حقي أرتاح، من حقي مش عارفة إيه. طب واللي حواليك؟ لأ، هم يشيلوا معايا الشيلة. يا سلام! يعني أنت عايز تشتكي وتعيش واللي حواليك يشيلوا الشيلة؟ فخلّي بالك من النقطة دي. أنا مش باعمم، بس أنا شُفت تجارب في حياتي وحياة اللي حواليّا إن معظم الشكّايين هم أكتر ناس من الآخر مدلّعين نفسهم. زي ما الناس بتخاف على نفسها، أنت كمان من حقك نفسيًا تخاف على نفسك، عشان خاطر شغلك وأهلك وبيتك. لإن أنت مش حلال مشاكل. أنا أو أنت مش دكتور نفساني، أنت زيي زيك. من حقك تكون حياتك النفسية كويسة عشان تقدر تواجه العالم وتواجه مشاكل العالم. ولو في حد محتاج المساعدة ساعده، بس ابعد عن الشاكي الباكي.